الآية اللي أنتم سمعتوها دي كانت بتتردد معايا بشكل غريب أوي، وسبحان الله كانت بتحصل في الأوقات اللي أنا باكون فيها مكتئب أو عندي أسئلة كتير وبادعي ربنا وما فيش حاجة بتحصل، فاهم؟ اللي هو كنت باحسّها اللي هو لأ ما تخافش أنت تعبك موجود، أنت أيًا كان اللي أنت كنت بتعمله في حياتك تعبك موجود، فاهم؟ كنت باحسّها بتطبطب عليّا كده، وأكيد حد فينا حصل معاه حاجة زي كده وأنت عارف الإحساس ده. سبحان الله يا جماعة كانت بتتردد معاك يعني بشكل غريب، يعني أنت مثلًا صاحي في عِز نومك داخل الحمام تلاقيها شغّالة في الراديو، تمسك التليفون تلاقيها شغّالة، تحصل حاجات كتير أوي في حياتك تلاقي برضه الآية دي ملازماك وودنك بتنتبه لها وقلبك بيدق أوي أول ما تسمعها. فالحمد لله يعني كنت باحس إن دي رسالة من ربنا إن هي بترُد على إجابات كتير أوي في دماغي والحمد لله. يمكن اللي أنت هتسمعه في الفيديو ده كُلّه حصل معايا متوجه ليّا أكتر من أي حاجة. أنا دايمًا كنت باحس إن أنا متأخّر وإن كل العالم وصلوا وأنا في الأرض، أنا في القاعة تحت، مع إن أنا في حياتي قابلت ناس كتير أوي نِفْسهم يوصلوا للي أنا وصلت له، لإن كان في حاجات كتير أوي في حياتي الحمد لله كويسة، الشيطان مش بيورّيك ده، فكنت باحس إن أنا متأخّر مع إن إحنا صغيّرين، هو أنا مطلوب منّي وأنا في بداية العشرينات يكون معايا عربية ويكون معايا بيت ويكون أو أكون خلاص خاطب وهاتجوّز، ليه؟